السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة. اليوم غنهضروا على قصة حكيم زياش. قصة كتفوق الخيال، من طفل فقير يتيم إلى الاحتراف والنجومية. وراء كل لاعب عظيم قصة حزينة في الغالب. هكذا وصفت الصحافة البريطانية صعود نجم المهاجم المغربي حكيم زياش، اللي توجت مسيرته الناجحة مع الفريق ديالو الهولندي أياكس أمستردام بانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من بوابة فريق تشيلسي. استرداد صحف بريطانيا بعضا من جوانب حياة زياش اللي عانى فيها مبكرا وهو في العاشرة من العمر ديالو، ملي توفى الوالد ديالو بعد معاناة لسنوات من مرض عضال. هاد الفاجعة جعلت الطفل الصغير حكيم زياش كيطارد الحلم ديالو باحتراف كرة القدم باش يعول العائلة ديالو كبيرة، وهو مدفوع إلى ترك المدرسة والعمر ديالو كان 16 عام فقط. تولد حكيم زياش في 19 مارس 1993 بمدينة درونتون الهولندية من أبوين مغربيين، وهو أصغر الأشقاء ديالو السبعة. توفى الوالد ديالو سنة 2003 لتنقلب الحياة ديالو رأسا على عقب. بزغات الموهبة ديالو الكروية مبكرا في سن الخامسة، عندما كان كيشارك الإخوة ديالو اللعب في الشوارع، لينضم إلى أحد الأندية الصغيرة في مدينة ريال درونتون، وهما ساعدوه على تنمية المهارات ديالو. رغم تطور مستوى زياش وتمكن من الانتقال إلى نادي هيرنفن عام 2008، فإنه ما استطاعش مواجهة عواقب وفاة الوالد ديالو، مما أثر على المستوى الدراسي ديالو بسبب تغيبه عن المدرسة في الوقت اللي كانت الوالدة تاع حكيم زياش كتعمل للإنفاق على العائلة الكبيرة. اضطر حكيم زياش لترك المدرسة نهائيا سنة 2010، والعمر ديالو آنذاك كان 16 عام فقط، لكي يتفرغ لكرة القدم وباش يساعد الأم ديالو في الإنفاق على الإخوة ديالو. والرغم الموهبة ديالو مبكرة، فإنه التأثر ديال الوفاة الوالد انعكس على سلوكه سلبيا، فارتكب العديد من التصرفات السيئة اللي هداته بإنهاء المسيرة ديالو مبكرا. ولكن بعد فترة وجيزة، إلى جانب المساعدة الإيجابية ديال الأم ديالو، تلقى طوق النجاة مساعدة النجم المغربي والمدرب ديالو السابق عزيز ذوفقار، اللي ساعدوا على المشاركة مع الفريق الأول لهيرنيفين عام 2012 كأولى خطواته الاحترافية، ونجح فيها نسبيا بتسجيله 13 هدف خلال 46 مباراة. ولفت حكيم زياش الأنظار بشدة في الموسم الثاني مع تيفينيتي بتسجيل 17 هدف وتقديم 10 تمريرات حاسمة، مما دفع العديد من الفرق للسعي إلى ضمه. وفاز أياكس أمستردام بالتعاقد معه عام 2016 لتبدأ المرحلة الأنجح في مسيرته الكروية، وينقذ العائلة ديالو من الفقر إلى الأبد. رغم تألق النجم المغربي حكيم زياش مع فريق أياكس أمستردام الهولندي والمساهمة ديالو الفعالة في وصول الفريق إلى نصف النهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي ريال مدريد وبوفونتوس، فإنه فشل في اللحاق بنجوم الفريق الهولندي اللي احترفوا بالأندية الكبرى، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول سبب ذلك. تألق حكيم زياش في المنتخب المغربي إلى جانب الرفقاء ديالو في كأس مونديال قطر 2022 بشكل كبير، وأكد النجم حكيم زياش هذا التألق بنجاح، وكان أحد أبرز اللاعبين داخل أرضية الميدان بعد ما سجل الهدف الأول لمنتخب أسود الأطلس بطريقة رائعة في الدقيقة الرابعة، مستغلا خطأ الحارس الكندي فيما سجل يوسف الناصري الهدف الثاني بالدقيقة 23. هاجروا الوالدين تاع حكيم زياش إلى هولندا للبحث عن حياة أفضل لعائلة تتكون من 9 أفراد، ولكنه عاش طفولة قاسية بعد وفاة الوالد ديالو اللي عانى من المرض العضال وهو في سن 10 من عمره. تعرض حكيم زياش لأزمة نفسية بعد الوفاة ديال الوالد ديالو سنة 2003، واتجه لإدمان المخدرات، وزادت المعاناة ديالو فاش تسجنوا الشقيقين ديالو بتهمة السرقة والاعتداء.
وتعثر في الدراسة ديالو وتوقف عن ممارسة كرة القدم في سن 12 عام. تجاوز زياش حكيم هذه الأزمة بفضل اعتناء الوالدة ديالو ولعب في كرة القدم بشكل مبكر. كانت البداية ديالو من الشوارع حين اكتشف الموهبة ديالو قبل ما ينضم إلى أكاديمية نادي ريال درونتون الهولندي عام 2001، ومن ثم تدرج مع الفئات السنية لهذا الفريق حتى العام 2007. انضم حكيم زياش إلى نادي هيرنافين عام 2008 وواصل الطريق ديالو مع الفئات العمرية قبل الوصول ديالو إلى الفريق الأول عام 2012، واللي كان أول محطة ديالو نحو عالم الاحتراف. انتقل حكيم زياش إلى نادي أياكس أمستردام الهولندي عام 2016 وهو يبلغ من العمر 18 سنة فقط، بعد اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، ولتبدأ قصة نجاحه مع بطل هولندا اللي حمل القميص ديالو حتى العام 2020 ولعب في تلك الفترة 165 مباراة وسجل من خلالها 48 هدف. ومن بعد ما تألق حكيم زياش مع نادي أياكس قرر نادي تشيلسي الإنجليزي التعاقد معه في يوليو عام 2020 وتوج مع فريق البلوز بلقب دوري أبطال أوروبا باش يصبح رابع لاعب عربي كينجح في تحقيق هذا الإنجاز. على امتداد 10 سنين على الأقل كانوا المغاربة المقيمين في هولندا كانوا كيتداولوا في الجلسات ديالهم العائلية وفي المقاهي قصة هذا الفتى الصاعد عصبي المزاج وبردود فعل لحظية وعصبية، لكنه بارع في مداعبة كرة القدم في ملعب نادي أياكس أمستردام أشهر نادي في الأراضي المنخفضة الهولندية. من بعد ما انضم حكيم زياش إلى المنتخب الوطني المغربي كان وقع واحد الخلاف مع المدرب السابق للمنتخب وحيد خليلوزيتش. غادر حكيم زياش عرين أسود الأطلس غاضبا معلنا الاعتزال ديال كرة القدم دوليا، فكانت صدمة للرأي العام الرياضي بالمغرب بسبب خسارة هذا الفتى الذهبي. بعد الإنجازات الكبيرة فاز حكيم زياش بجائزة الحذاء الذهبي اللي كتمنحها جريدة دي تيليغراف الهولندية اللي كتمنحها لأفضل لاعب في الدوري الهولندي لكرة القدم. اختار حكيم زياش باش ترافقوا الأم ديالو إلى الحفل، وعلى منصة التتويج قال: هذه أمي، هي البطل الحقيقي ولست أنا، هي كل شيء بالنسبة لي، ولولاها لما وقفت اليوم أمامكم، إذا حيوها أرجوكم لأنها قادتني إلى هنا لأقف أمامكم. فالجهود الجبارة ديال هاد الأم المغربية والمساعدة ديال اللاعب المغربي والمساعد الاجتماعي عزيز ذوفقار أول لاعب مغربي محترف في الدوري الهولندي مكنوا حكيم زياش من مغادرة عالم الانحراف إلى اتساع المستطيل الأخضر للعبة كرة القدم. ومني قرر حكيم زياش باش يستجيب للنداء ديال قلبه يحمل قميص منتخب المغرب لكرة القدم معتذرا عن التواجد في صفوف المنتخب البرتقالي الهولندي، فرح المغاربة اللي تابعوا نجومية حكيم زياش مع نادي أياكس أمستردام، فيما صبت الصحافة الهولندية غضب ديالها على اللاعب حكيم زياش. في وسط الخوص ديالو بين أحضان الأم المغربية رسم حكيم زياش بقدميه مسارا مختلفا مقدما قصة عجيبة وتستحق أن تدون في الكتب التاريخية لأنها قصة نجاح باهرة من ورائها أم صالحة اللي كتستحق التحية الخالصة والاحترام والتقدير، اللي استطاعت تخرج ولدها من الإدمان على المخدرات ومرافقة المراهقين مثير المشاكل اللعب بأعرق الأندية الأوروبية في كرة القدم. قصة حكيم زياش كتذكرني بعدة قصص تاريخية مع أمهاتهم واللي كانت وراء النجاح ديالهم، كقصة العبقري توماس أديسون اللي أبهر العالم بالاختراعات ديالو وذلك بفضل مساندة الأم ديالو. كان طرد من المدرسة على أنه ما يقدرش مسيرة الدروس ديالو مع الرفقاء في المدرسة بسبب مستواه الضعيف العقلي وكان كيعاني من التوحد. الأم ديالو بعد ما توصلت بالرسالة من المدرسة خبات عليه مضموم
ديالها اللي تفيد أن توماس مطرود من الدراسة لأنه ضعيف أمام الرفقاء ديالو في المدرسة، ولكن الأم ديالو استطاعت باش تجعل من ابنها توماس عبقري لأن كانت مؤمنة بالقدرات العالية ديالو. والدة حكيم زياش كتشعر بالفخر الكبير جدا لأن الابن ديالها رفع رأس المغرب كرويا وعالميا في نهايات كأس العالم قطر 2022. وكيحرص حكيم زياش على إظهار العرفان ديال الوالدة ديالو في ملاعب كرة القدم وفي المناسبات الاجتماعية لأنه كيعتبرها سر نجاحه رياضيا وكرويا. ولا بد أن نتكلم على الجانب الإنساني ديال حكيم زياش اللي كيتسم به. من بين المبادرات اللي قام بها زياش كان التطوع ديالو للعمل في مشروع مركز سويب المتخصص في رعاية الأطفال والشباب في حال اضطراب، حيث دعاهم إلى مباراة فريقه السابق تيفينتي الهولندي. أيضا قام حكيم زياش بمساعدة نادي الوفاء الرياضي الدريوس الممارس في الدوري المغربي بدرجة الهواة بمبلغ قيمته 50,000 دولار، وذلك استجابة للنداء اللي أطلقه محب النادي بعد دخول فريقهم في أزمة مالية خانقة. وأقدم حكيم زياش في عام 2018 بالتبرع بمبلغ $1,000,000 لفائدة مرضى السرطان في المغرب، فضلا عن انخراطه رفقة زملائه في المنتخب المغربي في دعم الأسر المغربية الفقيرة في ظل الأزمة المادية الخانقة اللي تسبب فيها وباء كورونا. وتفاعل حكيم زياش مع مبادرة سابقة أطلقها مواطن نور الدين أمرابط، وانخرط معه في جميع التبرعات لصالح بناء مسجد كبير بمدينة أوتريخت في هولندا. وتناقلت وسائل الإعلام الهولندية خبر مساهمة النجمين المغربيين في جمع التبرعات لبناء المسجد، ولقيت تفاعلا كبيرا من قبل أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد الأوروبي هولندا، وكذلك بعض اللاعبين اللي رفضوا كشف الأسماء ديالهم. وفي عام 2020 شارك حكيم زياش في مبادرة خيرية عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل المساهمة في جمع التبرعات لشابة تركية كانت كتصارع مرض الضمور العضلي الشوكي. وكتبقى معظم الأعمال الخيرية اللي كيقوم بها زياش طية السرية تنفيذا لوصية الوالدة ديالو اللي كتعتبر مديرة الأعمال ديالو فيما يخص مساعدة المحتاجين والمرضى، لا سيما من المغاربة المقيمين في هولندا وبلجيكا على الخصوص وفي المغرب. كنختم قصة هذا النجم الساطع حكيم زياش وكنتمنى ليه التوفيق والارتقاء إلى أحسن، والله يحفظه ويخلي ليه الأم ديالو الإنسانة العظيمة.